ميزه كتاب كيسو ان هو بعد كل شابتر بيدي لك ايه الفرق ما بين المعايير الدوليه والمعايير الامريكيه في الشابتر دوت. احنا يعني ايه اصلا معيار؟ احنا اتكلمنا في اول الشابتر عن يعني ايه معيار وايه المعايير وايه الفرق ما بينها وايه المعايير الدوليه وايه المعايير الامريكيه. المعايير الامريكيه اسمها US جاب Generally Accepted Accounting Principle، والمعايير الدوليه اسمها International Financial Reporting Standard. دي معايير دوليه ومعايير امريكيه. يعني ايه معايير دوليه؟ يعني هم عايزين يوحدوا المعايير على مستوى العالم. ايه سبب ان هم عايزين يوحدوا المعايير على مستوى العالم؟ ان اول سبب ان احنا عندنا حاجه اسمها مالتي ناشونال كومبانيز، عندنا شركات مالتي ناشونال كومبانيز. فالشركات المالتي ناشونال ديت هي هي عايزه المعيار اللي بتستخدمه في امريكا هو اللي في المانيا، هو اللي في فرنسا، هو اللي في اليابان، هو اللي في مصر، هو اللي في السعوديه، هو اللي في كل حته. فمش عايزين يتعبوا قلبهم ان في معايير امريكيه وفي معايير مصريه وفي معايير يونانيه وفي معايير مش عارف ايه. لا، هم عايزين معايير واحده يشتغلوا عليها على مستوى العالم، عشان لما يجوا يعملوا دمج للقوائم الماليه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الانكم ستيتمنت والبالانس شيت، يبقى ما فيش حاجه اسمها ان انا لازم اوحد المعيار من اول وجديد. ما انا كده كده موحده لو انا بشتغل ايه؟ IFRS International Financial Reporting Standard. طبعا انت هتحفظها من كتر التكرار، International Financial Reporting Standard. فانا المعايير الدوليه فالمالتي ناشونال كومباني بتبقى عايزه كده. طب ايه كمان؟ لما يحصل ميرج او اكوزيشن. ميرج يعني دمج ما بين شركتين، شركه هتدمج شركه ثانيه، شركه دمجه هتدمج شركه ثانيه. يعني مثلا شركه، مثلا نفترض ان تويوتا هتدمج شركه مرسيدس معاها، طبعا صعب يحصل بس هنفترض كده، او شركه مرسيدس هتدمج شركه تويوتا معاها، هما الاثنين هيندمجوا مع بعض ويطلعوا كيان واحد جديد. خلاص؟ يبقى ده اسمه ميرج او اكوزيشن اقتناء. يعني شركه اقتنت شركه ثانيه، اشترت شركه ثانيه معنى صح. شركه مرسيدس اشترت شركه تويوتا ستيل موجوده ومرسيدس لسه موجوده، ده اسمه اكوزيشن. فعايزين يكون لو هما بيوحدوا القوائم الماليه عشان يجمعوها مع بعض او علشان يعملوا اكوزيشن، مش محتاجين ان هم يرجعوا القوائم دي يعملوها هي مثلا معموله بمعايير امريكيه، لا عايزين نعملها بقى معايير دوليه علشان نقدر نشوف ونقراها. لا، احنا عايزينها نفس المعيار، اسمها IFRS. عشان كده محتاجين المعايير الدوليه. الفاينانشال ماركت ده اهم حاجه اصلا. الفاينانشال ماركت سوق المال بيعاني من الحته ديت، بيعاني ان هو مش مثلا في مصر هنا سوق المال في مصر بيتعامل مع الشركات اللي هي بتشتغل بالمعايير المصريه. طيب لو شركه بتشتغل بمعايير دوليه السوق يحتويها، بس لما تيجي انت تقرا كقارئ او واحد بيحلل ميزانيات او واحد بيقول للمستثمر تعالى استثمر في الشركه دي او الشركه دي او الشركه دي، محتاج يبقى عارف معايير مصريه ومعايير دوليه ومعايير امريكيه، وده ايه ده قصه بقى. فمش هينفع ان هو يبقى عارف المعايير دي كلها. فهم عايزين يوحدوا المعايير عشان يسهلوا على المستثمرين ان هم يدخلوا اي شركه هم عايزينها، لان نفس المعيار هو قرا خلاص عرف فهم نفس المعيار. فعشان كده اسمها فاينانشال ماركت. ده هيبقى مهم جدا. كمان الفاينانشال ماركت والمالتي ناشونال كومباني والميرج والاكوزيشن. كمان الانفورميشن تكنولوجي IT. الانفورميشن تكنولوجي دلوقتي برضو كذلك هو محتاج الناس اللي بتعمل IT، الناس اللي بتعمل برامج محاسبيه، نفس الكلام. ما هو لو هم بيشتغلوا على بيعملوا بطريقه معينه اللي هي طريقه المعايير الدوليه. طب لو في اكتر من معيار فمضطرين ان هم يعملوا مره بطريقه المعايير الدوليه مره بطريقه المعايير الامريكيه، فهتبقى مشكله بالنسبه لهم هم كمان. فبالتالي كمان IT هيستفيد من حاجه من الميرج ما بين الجاب والIFRS. ده ايه الغرض من وجود الIFRS؟ ان احنا عايزين نوحد على مستوى العالم المعايير الدوليه. في مشروع كبير ماشي اللي هو ما بين الجاب الامريكي ان هم عايزين يوحدوا المعايير، هم الاثنين بيقعدوا مع بعض كتير علشان يوحدوا المعايير ديت. طب ايه الفرق ما بين الجاب الامريكي والIFRS في اللي احنا درسناه؟ ناخد الاول السيميلاريتيز. عندنا السيميلاريتيز بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الجاب الامريكي بيشترك مع الIFRS ان هما الاثنين بيستخدموا نفس التكنيك اوف ريكورد. يبقى رقم واحد the same technique of record، نفس طريقه التسجيل، تكنيك اوف ريكورد، نفس طريقه التسجيل اللي بنستخدمها في الامريكي هو اللي بنستخدمه في الIFRS. بتسجل بالطريقه هي التكنيك، طريقه التسجيل، يعني ديبت وكريدت، مدين وداين والحاجات دي. كمان بيشتركوا في ان هم بيقول لك ان الشركات بيقسموها لبارتنرشيب
بارتنر شيب وسول بروبريتور شيب وكوربوريشن. يعني الشركات بيقسموها لثلاث شركات، يا اما شركه فرديه، يا اما شركه افراد، يا اما شركه اموال، شركه كوربوريشن، شركه عامه اللي احنا اتكلمنا عليها برضو قبل كده. هما الاثنين بيقسموا نفس التقسيمه دي للشركات. هما الاثنين بيشتركوا ان هم عايزين ترانسبيرنسي، عايزين ترانسبيرنسي. ترانسبيرنسي يعني ايه؟ يعني في شفافيه. انا عايز يكون كل حاجه الناس شايفاها، كل القارئ للقوائم الماليه شايف الشركه، قاري الشركه، ففي هنا شفافيه، انا بعرض كل المعلومات بوضوح، فما عنديش مشاكل. فالاثنين دول بيشتركوا في الحاجه ديت. يبقى الاثنين عايزين، هما الاثنين بيشتغلوا على الحاجات دي، نفس التكنيك في التسجيل، نفس هما الاثنين بيستخدموا بيقسموا الشركات لبارتنر شيب وسول بروبريتور شيب وكوربوريشن، ونفس الشركات هم عايزين يوصلوا للترانسبيرنسي. طيب نيجي للاختلاف ما بين الاثنين، هنا اللي بيعمل المعايير الدوليه الاي اف ار اس بيعملها منظمه اسمها الاي اف ار اس، بيعملها انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد، اهو انترناشونال فاينانشال ريبورتنج بيعملها انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد. انما الجاب الامريكي الجنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل بيعملها منظمه اسمها ايه؟ الفاسب، فاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد. يبقى ده اول اختلاف. يبقى الجاب الامريكي بيعمله فاسب، الاي اف ار اس بيعملها اي اس بي، انما الجاب بيعملوا الفاسب، دي بتتنطق، الاثنين دول بيتنطقوا اهم، جاب فاز. انما دول لا، لازم تقولهم حرف حرف، اي اف ار اس اي اس بي. دي معايير دوليه بيعملها منظمه اسمها انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد، انما هنا الفاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد. طيب ده اول اختلاف. المعايير الامريكيه بتتطلب ان هم يشتغلوا على حاجه اسمها في الانترنال كنترول، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها السوكس، وبرضه اتكلمنا عليها، اللي هو السيرفنتس اوكسيلي اكت. لما تيجي تطبق انترنال كنترول لازم تشتغل على بنظام السوكس ده طبقا للجاب الامريكي، او انت طبقا للمعايير الامريكيه، اي شركه بتطبق موجوده في امريكا لازم تشتغل على السوكس. يبقى ده اول فرق ما بين الاثنين، اللي هو الاي اف ار اس بتشتغل على اي اس بي، والجاب الامريكي بيبقى بينزلوا منظمه اسمها فاسب، الفاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد. الجاب لازم تتبع نظام اسمه السوكس. كمان عندنا هنا الاي اف ار اس انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد، بتشتغل بنظام اسمه ايه؟ البرنسبل بيزد. انما الجاب الامريكي الجنرال اكسبتد اكاونتنج برنسبل بيشتغل بنظام اسمه رول بيزد. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ البرنسبل بيزد بيشغل دماغك، الاي اف ار اس بتديلك القاعده وانت طبق زي ما انت عايز. انا اديتك قاعده، طبق انت بقى، بس لو خليت بالقاعده الاساسيه هتتحاسب. انما الجاب الامريكي فيه تفاصيل كتيره جدا، فيه ديتيلز، فبيديلك رول انت تمشي زي ما انا بقول لك بالظبط. فده الجاب الامريكي، امشي بالطريقه دي بالظبط. ده الفرق ما بين الاثنين. الاي اف ار اس بتمشي بالبرنسبل بيست، انا اديتك فكره وانت اشتغل، بس ما تخلش بالفكره. انما الجاب الامريكي بيديك رولز، ديتيلز، حاجات متفصله لازم تعملها بالطريقه اللي انا بقول لك عليها بالظبط. ده الفرق ما بين الجاب والاي اف ار اس في الشابتر رقم 1. اشوفكم في الشباتر اللي جاي.